بيبدأ مسلسلنا بنشوف أم وهي بتحكي مع الدكتور عن المرض بتاع ابنها، وبيطلع ابنها عنده توحد، وبتحكي وهي منهارة وبتقول له إنها تعبانة وشايلة كل حاجة لوحدها، وإن أبو الولد مش بيساعدها في أي حاجة وبيتهرب دايما، وإن بيلومها إن هي السبب لأنها خلفت ولد مريض، وإن الولد حالته مش بتتحسن، حتى بتحس إنه ما يعرفش إنها أمه. بتحكي للدكتور اللي حصل، وبنشوف الأم وهي بتبقى في المطبخ وبتسمع ابنها بيصوت، بتطلع تشوفه بتلاقيه بيضرب نفسه لحد ما بيتعور في دماغه. بعدها بتعيط وتسأل الدكتور هو بيتصرف كده ليه وهيفضل كده قد إيه. بعدها بنشوف راجل بره وبيولع سيجاره وبيكون اسمه كاسو، وبيقول قد ايه ان المرضى دول شيء تافه، وبيجي المساعد بتاعه بيكون اسمه ماتاسا وبيقول له ان التدخين ممنوع في المستشفى، وبيرد عليه كله بسببك انت اللي اخرتني هنا. بعدها بيشوف الطفل متوحد وهو ساكت، وبيدخل المساعد ماتاسا ويقعد جنبه وبيمسك ايده، وساعتها بيقدر يشوف افكاره. وساعتها بنشوف ان الطفل بيفكر في افكار كتير مؤذيه، وبيشوف حاجات مرعبه جوه دماغه عن امه وانها مؤذيه. وبنعرف ان ماتاسا ده عنده قدرات روحانيه وبيقدر يتكلم مع الطفل ويعرف ايه اللي مضايقه، والطفل بيتكلم معاه عادي، وبيكون الطفل متوحد بسبب الحاله اللي فيها والدته. ماتاسا بيقول له تعالى اوديك مكان تعمل فيه ذكريات حلوه، وبيخليه يفتح باب يشده لعالم تاني بيكون اجمل من اللي بيتخيله الطفل. ماتاسا بيقول له ان المكان ده احلى مكان في ذكرياته. بيرد الطفل ويقول له ده مكان جميل جدا ومش مخيف. بيرد عليه ماتاسا ويقول له ان هو عنده قدره يصنع اي مستقبل بيحبه ويخليه يشوف ذكريات حلوه وهيخلي المكان ده اجمل ذكرياته، وبينصحه ان لازم يعمل فرق بين الذكريات الحلوه والوحشه عشان يقدر يعيش طبيعي زي باقي الناس. بعدها بنشوف شابين واقفين في الكافيه شغالين وبيتكلموا سوا، اسمهم هيروكي وتاسوكا، وبيقول لهم انهم عايزين يفتحوا مشروع سوا هيكون الوضع اجمل، وبيفضلوا يهزروا. وبيطلع شخص من الشباك بيكون اسمه كينجي وهو صاحب الكافيه، وبيزعلهم لانه بيرشوا الميه على بيته، وبيرد عليه هيرو انه مش خايف منه. بينزل كينجي يتكلم معاهم انهم يفوقوا للشغل وهو مش فاتح المكان للهزار. بعدها بنشوف كينجي وهو بيروح يركب عربيه كاسو، وبنعرف انه مدير شركه للناس اللي عندهم قدرات خارقه، وبنعرف ان كينجي شغال لحسابه، وبيساله عن صاحبه اللي كان شغال معاه، بيقول له انه فجاه قال له انه مسافر وهو جاب الشابين دول يشتغلوا مكانه وعايشين في البيت فوق. بعدها بيطلب منه يديله مفتاح عربيته عشان عنده مهمه بالليل ينفذها، ولما ينفذها هيحط الحاجه اللي جابها في عربيه تانية ومفتاح تاني ويستلم عربيته. بعدها بنشوف كينج وهو بينفذ المهمه بالليل وهو خارج من النهر وفي ايده مسدس، وبيكون هي دي المهمه، لكن بينسى يحط مفتاح العربيه في العربيه بتاعه كاسوراجا. ولما بيرجع يكمل المهمه بيشوف شخص هناك مع كاسوراجا، وبيكتشف انه صاحبه اللي فاكره مسافر، لكنه بيكون بيتصرف بطريقه غريبه كانه مش في وعيه، وشخص بيامره انه يركب العربيه ويرمي نفسه من فوق الجسر. بيركب كينج عربيته عشان يلحقه، لكنه بيكون رمى نفسه خلاص والعربيه ولعت. وبعدها بنشوف كينج وهو بيفتكر حاجه مهمه حصلت بينه وبين صاحبه، وهم بينفذوا مهمه لكاسوراجا، وهي انهم شافوا شخص مقتول ومرمي في النهر جنب الصناديق. لكن بيرن تليفونه فجاه وبيكون السائد كاسوراجا وبيساله فين المفتاح. بيرد عليه كينج انه نساه وهيقابله بكره في الجنينه. ولما بيروح كاسوراجا بيطلع الفلوس لكينجي، لكن كينجي بيكون متعصب وبيهدده ان المفتاح هو مخبيه في مكان امان، ولو حصل له اي حاجه هيروح للبوليس. لكن بيضحك كاسوراجا على كلامه وبيقول له كان في شخص زيك قال لي برضه نفس الكلام ده قبل ما يموت، بيكون قصده على صاحبه اللي مات. بيتعصب كينجي وبيقول له انت قاتل. بيرد عليه كاسوراجا ما يهمنيش رايك فيا، المفتاح اللي معاك لازم يجي، وان هيعرف يطلع المعلومات منه، وانه اتصل بالمدمرين ولازم يخاف على نفسه. بعدها بيترعب كينجي بعد ما سمع عن المدمرين، وبنشوف هيروكي وتاسوكا وهم بيتكلموا وبيقاطعهم كينج وبيطلب منهم انهم يمسكوا الكافيه مكانه، وبيقول لهم انه مسافر لكنه بيحاول يهرب من كاسوراجا، وبيكلم نفسه انه مش هيروح المكان اللي قال عليه لكن مكان تاني خالص. بعدها بنشوف كاسوراجا وهو متعصب لان كينج شاف كل حاجه وعرف انه قتل صاحبه وبقى مصدر تهديد بالنسبه له. بنرجع لهيروكي وتاسوكا وهم بيوافقوا على عرض كينجي، وبعدها بيشوف كينج رساله باللي كان لسه بيفكر فيه وان حد عارف هو هيسافر فين بالظبط. بعدها بيبدا كينج يتخيل حاجات مش موجوده من الخوف، وبيبتدي يتصرف بطريقه مجنونه، وبيلحقوا هيروكي وتاسوكا وبيقول لهم انتوا مش فاهمين حاجه، كاسوراجا مشغل ناس عنده ناس بتقدر تدخل جوه عقل الانسان ويخلوه يتخيل حاجات مش موجوده ويدمروه. بعدها بيبصوا له الشباب نظره مخيفه وبيقول له هيروكي احنا مصدقينك، لكن كينج بيستغرب وبيحس بالخوف منهم وبيتصدم وبيقول لهم مش معقول انتوا المدمرين. بعدها بنكتشف فعلا انهم شغالين لحساب كاسوراجا وانهم المدمرين. بعدها بنشوف هيروكي وتاسوكا بعد ما خدروهم بيسالوا صاحبك حكى لك ايه قبل ما يسيبك ويمشي، ويحاولوا يعرفوا لو قال اي سر عن كاسوراجا. رد عليهم ان قال هو هيسافر ومش هيرجع دلوقتي وما كانش في وعيه. وبيتعصب كينج وبيسالهم انتوا عملتوا فيه ايه. بعدها تاسوكا بيلمس وشه ويخليه ينام. بعدها بيكلموا السيد كاسوراجا وبيعرفوا انهم خلصوا. بيروح كاسوراجا للبيت عندهم وبيقول له هيروكي ان صاحبه ما قالوش اي حاجه عنك. بيطلب منهم السيد كاسوراجا انهم يقتلوه، لكن بيعترض هيروكي ويقول له احنا خلاص خليناه ينسى كل حاجه، ليه نقتله؟ بيرد كاسوراجا لان الشرطه هتلاقي جثه صاحبه وتيجي تساله، لكن هيروكي بيقول له هو خلاص نسي كل حاجه، لكنه بيرفض وبيقول له انه لو فضل عايش هيعمل لنا مشاكل كتير. بيتعصب هيروكي وبنشوفه هو بيحاول يتحكم في عقل كاسوراجا وبيخليه يشوف الماضي الوحش بتاعه، لكن تاسوكا بيلحقوا قبل ما يدمروا وبيحاولوا يقنعوا كاسوراجا انهم هيمحوا ذكريات كينجي ومش هيقتلوه. بعدها بنشوفهم وهم جوه عقل كينجي وبيخلوه ينسى كل ذكرياته عن صاحبه وبيفضلوا يحاولوا. وبعدها بنشوف كاسوراجا وهو بيطلب المساعد بتاعه ساتورو ان عايز يدخل عقل كينجي معاهم عشان يقتله، وبنعرف ان المساعد كمان
عنده قدره التحكم، ولكن ساتورو بيقول له ان قوته مش كافيه عشان يعمل كده، لكن بيوافق غصب عنه وبيدخلوا جوه عقل كينجي مع هيروكي وتاسوكا. لكن بنشوفه هيروكا وهو بيحاول يدمر عقل كينجي وعاوز يقتله، لكن بيقدر يخرجه من ذكريات كينجي وبيفوقهم كلهم، لكنه بيفقد قوته. لكن بيكمل مع تاسوكا عشان يقدروا يمسحوا ذكريات كينجي. وبنشوف ان هيروكي بيقدر يتحول لشكل سمكه جوه ذكريات الشخص، وده لانه الحيوان الاليف لتاسوكا وهو اللي زرع الصوره دي جواه. وبينجحوا بعد محاولات كتير. بعدها بيتفق هيروكي وتاسوكا انهم يفتحوا محل ليهم. بعدها بنشوف كينجي بعد ما فاق وهو بيكلم كاسوراجا وما بيكونش فاكر اي حاجه من اللي حصلت، حتى ذكريات صاحبه وكده ما بقاش فيه منه خطر تاني. بعدها بنشوف هيرو وتاسوكا بعد ما فتحوا المحل بتاعهم، وهيرو بيكون مبسوط جدا وفجاه بيزورهم كاسوراجا وبيكون عاوزهم في مهمه جديده، لكن هيروكي بيبقى مش موافق. لكن تاسوكا بيقول له انه لازم نكمل معاه، مفيش قدامنا حل تاني. بيقول له هيروكي انا عرفتك اني مش هشتغل معاه تاني، لكن بيرد عليه تاسوكا وبيقول له انه هو اللي هيكمل شغلي مع كاسوراجا وبيوصيه على المحل بتاعهم. ولكن بيقول له هيروكي وعدني ما تشتغلش مع ماسورو وبيوعده تاسوكا. بعدها بيسيبه يمشي مع كاسوراجا وبيقول له كاسوراجا انت متاكد انه هيقدر يشتغل لوحده؟ لكن بيرد عليه تاسوكا لا طبعا، بس انا مستعد اعمل اي حاجه علشان راحه هيروكي. بعدها بنشوف شخص ملثم وبيكون اسمه اينوي وهو بيقتل 3 اشخاص، واحد فيهم بيترجى يسيبه لكن بيقتله. وبعدها بيظهر اينوي مع شخص بيكون هو اللي كان بعته يقتل ال3 اشخاص، وبيكونوا عاملين كده عشان رئيسهم واسمه تشين. وبنشوف كاسو وتوسوكا في المطار بيراقبوا الرئيس تشين من بعيد. بعدها بيروح كاسوراجا على نادي قمار وبيتعرف على شخص هيساعده انه ينفذ خطته، فالرئيس تشين وبيكون مستشار. بعدها بنشوف تاسوكا وهو بيراقب اينوي وبيدخل ورا البار وبيتكلم معاه وبيدخل جوه عقله عشان يعرف معلومات هتفيد كاسوراجا. بيشوف حياته كانت ازاي وبيعرف انها كانت حياه قاسيه وان امه كانت بشعه معاه وبتعامله على انه بنت، ولما بتموت امه ما بيزعلش اينوي وبيكمل عليها. وبيخرج تاسوكا من عقله. وبعدها بيفوق اينوي وبنشوف هيرو وهو زعلان ان تاسوكا سابه ومشي وبيفضل يفتكر ذكرياتهم سوا. بعدها بيرجع تاسوكا يقابل اينوي ويدخل جوه عقله وبيعرف ان والدته كانت بتعذبه. بعدها بنشوف اينوي وهو بيقتل شخص مهم وبيكون المستشار. وبعدها بيتقتل اينوي بعد ما بيخلص مهمته. بعدها بيرجع تاسوكا المحل مع هيرو كاسوراجا وبيرجع تاني يطلب تاسوكا في مهمات تانية، وده بيضايق هيروكي. لكن تاسوكا بيروح مع كاسوراجا وبعدها بيطلب منه كاسوراجا مهمه جديده. بيقول له تاسوكا ليه ما بتنفذش المهمات مع ساتورو، وبيعرف انه في مهمه لوحده فبيوافق ينفذ المهمه. وبعدها بنشوف كاسوراجا في بيت الطفل اللي كان عنده توحد، وبنشوف ان اهله ماتوا. وبنشوف ماتاسا وهو بيتكلم مع الطفل، وبنشوف ان جده الولد اتحكم في ذكرياتها وخلاها تفقد الذاكره عشان ياخد منها الطفل. وبنعرف ان الطفل المتوحد ده هو ساتورو مساعد كاسوراجا، وبيقرر ماتاسا يربيه ويفضل معاه. وبعدها بنشوف تاسوكا وهو بيراقب تاماسا بعد ما كان ساب كاسوراجا وهرب، لكن بيرجع تاني. بنشوف تاسوكا وهو بيستفز كاسوراجا انه ماتاسا رجع بسبب ماسورو ولا خايف ماسورو يهرب زي ماتاسا زمان. بعدها بنشوف ماسورو وهو في الفندق وممنوع يخرج، فبيفضل يفتكر ذكرياته مع ماتاسا وهو بيربيه. وبنشوف ان ماسورو اتحكم في عقل عامله نظافه عشان يعرف الكاميرات فين ويقدر يهرب منها من غير ما حد يشوفه. وبعدها بنشوف ماتاسا وهو بيستغل حارس العماره عشان يعرف مين بيراقبه، وبيسمع كاسوراجا وبيعرف ان حارس العماره شغال لحسابه وكان بيراقب ماتاسا. وبنشوف تاسوكا وهو بيتحكم في عقل بياع الاكل عشان يعرف معلومات اكتر عن ماتاسا. بيروح كاسوراجا يشتري سجاير وفجاه بيظهر وراه ماتاسا. بعد كده بنشوف هيروكي وهو متضايق ان تاسوكا ما بقاش موجود جنبه ودايما في مهمات. وبيظهر ماسورو قدام هيروكي وبيتعصب عليه هيروكي لا المحل مش شغال، وبيطلب منه ماسورو يستخدموا قوتهم عشان الناس تشتري منه، لكن بيرد عليه هيروكي لو هو بيعمل كده هيروح يشتغل مع كاسوراجا احسن. بنشوف ماتاسا وهو بيهدد كاسوراجا عشان يعرف مكان ماسورو، وبيقدر ماتاسا يتحكم في كاسوراجا ويدخل عقله ويتحكم في ذكرياته وينيمه، وبياخد منه مفتاح عربيته ويمشي عشان يروح يدور على ماسورو. بنشوف بعدها هيروكي وهو بيكلم ماسورو وبيحكي له عن ذكرياته مع تاسوكا وانه عارف انه مش هيعرف يتصرف من غيره، لكن هو برضه سابه لوحده. بعدها بيحكي له ماسورو عن ماتاسا وانه هو اللي مربيه بس ما بقاش يعرف عنه حاجه من زمان، وانه بيحاول ينساه بكل الطرق لكن مش قادر ودايما بيستنى يرجع. وبنشوف تاسوكا وهو بيحاول يوصل لكاسوراجا وبيفشل. وبعد كده بتظهر فراشه في محل هيروكي وبيستغرب ماسورو، لكن بنشوف ماتاسا وهو راكب العربيه وهيمشي، ولكن بيلحقوا تاسوكا ويوقفوا يقولوا انت ما تعرفش فين كاسوراجا. رد عليه ماتاسا لا ما اعرفش، انا بس سالته فين ساتورو. بيركب معاه العربيه وبيروحوا يدوروا على ساتورو، لكن بيحاول تاسوكا انه يتلاعب بذكريات ماتاسا. بعدها بيتعصب ماتاسا عليه وبيقول له انا لازم انقذ ساتورو. بعدها بيتضايق تاسوكا ويقول له يعني انت مش همك امري، انت بتبيع الشركه عشان تنقذ ساتورو، انا فضلت مستنيك ترجع واشتغلت على نفسي اكتر عشان اشتغل انا وساتورو مع بعض، عشان كده خيروني ان اقتلك عشان صاحب الشركه يثق فيا وهيعتبرني ابنه وابقى مدير الشركه، كل ده بفضلك عشان هربت، انت لسه ما بتسمعش كلامهم وتنفذ لهم الشغل بتاعهم. بيقطع ماتاسا ويقول له انت مش فاهم حاجه، انا عملت كل ده عشانك انت وساتورو. كان بيتعصب عليه تاسوكا وبيقول له انت عملت معانا كده عشان ما لقيتش حد تشاركه ذكرياتك. بنشوف ساتورو وهو في البار وبعدها بتتكلم معاه واحده وبيحاول يتحكم في عقلها لكنها بتكون ذكيه ومتدربه. بيتفاجئ ساتورو ويقول لها مين انت؟ بتقول له انها سمعت عنه كتير من ماتاسا. بيسالها ساتورو انت تعرفي ماتاسا؟ وبتاخده وتمشي وبيقول لها انت شغاله تبع الشركه ولا من المدمرين وعايزه مني مهمه؟ وبترد عليه انها بس عايزه تتكلم معاه مش اكتر، وبتقول له انها تعرف ماتاسا من قبله وبيحس انها بتكذب عليه، لكن هي بتثبت له انها تعرف ماتاسا واتعلمت منه كل حاجه وبتكون شغاله من زمان في الشركه، لكن بيستغرب ازاي ما قتلوهاش لحد دلوقتي وبيشك فيها اكتر ويحاول
يسيطر على عقلها، لكن هي بتعترف انها من الشركه وبعتوها عشان تخليها تنضم للشغل في الشركه. بعدها بنشوف ماتاسا وهو بيطلب من ماسوكا يجي معاه وبيدخل جوه عقله، وبنعرف انه اتخلى عنه زمان عشان ساتورو وانه يشتغل في الشركه ويسمع كلامهم. وقتها بيفتكر تاسوكا ان ماتاسا بيحاول يلعب بذكرياته، لكن ماتاسا بيقول له انا كنت بحاول ابين لك مشاعري الحقيقيه وان كان نفسي نعيش كلنا سوا، وبيهددوا تاسوكا انه هيأذي ساتورو ولو عايز ما يعملش كده لازم يدمره. بيرد عليه ماتاسا ويقول له انت عارف اني ما اقدرش ادمرك. بعدها بيحاول تاسوكا يدمر ماتاسا، لكن ماتاسا بيدخل جوه عقله ويحاول يغير ذكرياته، لكن ما بيقدرش لان تاسوكا بيكون ذكي وقوي. لكن ماتاسا ما بييأسش وبيحاول يوصل لاعمق ذكرياته عشان يمحيها ويخليه يهرب معاه. بعدها بيقدر ماتاسا يوصل لذكرى معينه في دماغ تاسوكا عنه، بيشوفه وهو واقف مع مدير الشركه وبيقول له تحب تقابل حيوان ماتاسا الاليف. بيفرح تاسوكا وبيفكر انه هيشوف ماتاسا اخيرا، لكن المدير بيقول له شكلك مبسوط، انت بس هتقابل الحيوان الاليف بتاعه مش ماتاسا. بيتضايق تاسوكا لكن بيكمل وبيقول للمدير انك لازم تنسى الخاين ده. بعدها بيتاسف ماتاسا لتاسوكا عن الذكرى دي، لكن بيقدر تاسوكا يسيطر على عقل ماتاسا ويحاول يدمره. بعدها بنشوف ساتورو وهو بيودع البنت وبيعرف انها فقدت امها ونفسها تشوف اي حاجه عنها من ذكريات مدير الشركه، لانها بتطلع بنت اخته وبيودع ساتورو انه هيساعدها في كده. بعدها بنشوف تاسوكا وهو بيقدر يعرف اسوأ ذكرى في عقل ماتاسا ويلعب عليها عشان يدمره. بيستغرب ماتاسا ازاي عرف عنه كده. قال له تاسوكا ان هو بيدربه وقدر يدخل لعقله هو كمان ويعرف نقط ضعفه. بعدها بيبدا تاسوكا يدمر تخيل ماتاسا، وقتها بيقول له ماتاسا ان هو كمان هيتأذي معاه. بيقول له تاسوكا كان نفسي اكون زيك، ويقول له انت قلقان عليا ليه؟ لكن بكل ده ما بيهتمش تاسوكا وبيدمر ذكريات ماتاسا. بعدها بنشوف كاسوراجا وهو بيحاول يفوق تاسوكا وماتاسا. بعد كده بنشوف البنت اللي بيكون اسمها ميلينج اللي كانت مع ساتورو وهي بتكلم مدير الشركه، وبيتعصب عليها لانها قالت حقيقتها لساتورو واكيد شك فيها. بنرجع لكاسوراجا وهو بيحاول يشيل تاسوكا يفرقه عن ماتاسا، وبيشوف واحد من اللي كانوا معاه وبيقول له كاسوراجا امشي انتوا قبل ما حد يشوفكم. وبيركب الراجل العربيه وبيحكي لاصحابه عن اللي شافه، وبيسال واحد فيهم عن المدمرين، لكن بيقطع كلامهم الراجل العجوز ويخليهم يسكتوا افضل ليهم عشان ما يتقتلوش. بعدها بنرجع لكاسوراجا وهو بيفوق تاسوكا، ولكن بيفتكر كلامه لما قال له لو حصل لي حاجه رجعني عند هيروكي وانا وعدته اني هرجعه، وهو بيثق فيا وعارف اني هرجعه، عشان كده لو حصل اي حاجه رجعني عنده. بعدها كاسوراجا بيكلم البنت ويحكي لها اللي حصل، وبتبلغ المدير ان تاسوكا اتدمر هو وماتاسا. وبيفرح المدير بكلام البنت، لكن هي بتتعصب لان لو ماتوا شغلهم هيبوظ ومين هيصنع الاطفال ليهم تاني بعد ماتاسا. لكن قال لها في 2 غيرهم، وهنا يقصد هيروكي وماسورو. بيروح كاسوراجا للمحل عند هيروكي زي ما طلب تاسوكا، ولكن هيروكي بيتصدم لما بيشوف تاسوكا بالشكل ده وبيتعصب عليه. لكن كاسوراجا بيقول له مش انا السبب، هو اللي عمل كده في نفسه وانت السبب لانك كان المفروض تعمل المهمه معاه، بس هو عملها لوحده. وبيحس هيروكي بعدها بالذنب وبيتضايق من نفسه وبيقول له كاسوراجا انا مجرد نفذت امنيته الاخيره وجبته عندك، ده طلبه، وبيسيبه وبيمشي. بعدها بيبدا ينهار هيروكي وبيحاول يفوق تاسوكا. بعدها بيلاقي اشاره ان هو لسه عايش وبيقرر يدخل جوه عقله وينقذه، وبيشوف ذكريات ماتاسا غرقانه بالدم وبيحاول يعرف الدم جاي منين عشان يلحق ينقذهم. بعدها بيوصل لتاسوكا وبيلاقيه عايش لكن مش في وعيه وبينقذه، وبيفوق تاسوكا وبيشكر هيروكي على انقاذه. بيرد عليه هيروكي اهلا برجوعك. بعد كده بنشوف مدير الشركه بيخطف الرئيس تشين وبيتحكم في عقله، وبيبدا يتخيل حاجات مرعبه ويأمره يقتل جده، وبعدها بيتحكم في عقل المساعد بتاع الرئيس كمان. بعدها بنشوف الطفله اللي صنعها ماتاسا وهي تايهه في افكارها المرعبه، وبتشوف حريقه كبيره لكن بيظهر ماتاسا ويقول لها ما تركزيش في ايه، انت هتروح البيت دلوقتي ما تفكريش في الحريقه ولا اي حاجه. وبيقولها انه هيرجع لها من جديد، وبتعاد الطفله وبتبص حواليها وبيكون اختفى ماتاسا، وبتقول له اتمنى ترجع بسرعه. بعدها بيفوق الرئيس والمساعد وهم مش فاكرين اي حاجه. بيظهر كاسوراجا بره محل هيروكي وبيفتح هيروكي المحل ويطلب منه يساعده انه يشيل تاسوكا عشان يطلعه البيت، لكن بيدخل صاحب الشركه ويقول له انت كده ورطت نفسك. هيروكي ما بيبقاش فاهم من كلامه حاجه وما بيبقاش عارف هو مين اصلا. بيدخل يشوف تاسوكا وبيلاقيه فايق وبيقول له مبسوط انك لسه بخير. بيرد على تاسوكا انه مشغول دلوقتي ممكن يبقى يرجع وقت تاني ويتكلموا، وبيوافق المدير وبيمشي. هيروكي بيقول له انا شفت معاه بنت شكلها غريب، لكن بيقع تاسوكا وما بيقدرش يقوم. بيقلق عليه هيروكي، لكن تاسوكا بيقول له انا بخير، وهيروكي بيقول له لا انت مش كويس، وبيطلب من كاسوراجا ما يفضلش واقف كده ويساعده ويشيل تاسوكا. بعدها بنشوف الرئيس في السفينه مع ابوه جده، بيدخل المساعد ويقول له ان الضيف وصل. بعدها بيطلب جد الرئيس انهم يفتشوا كويس، وبيدخلوا بيكون الضيف معاه رئيس الشركه والطفله، وبيعرفهم الضيف على نفسه وبيتصدم لما بيعرفوا ان ابن زعيم في الشركه وانهم قتلوا ابوه من زمان. وبعدها بيقتل جده وبيقول لابوه انا نفذت كلامك، وما بيبقاش ابوه فاهم حاجه. وبعدها بيكلموا مدير الشركه ويقول له انه خلاص مهمته خلصت، وبيغيب عن وعيه. وبيروح الضيف ويتخانق مع ابو الرئيس ويقول له انت اللي قتلت ابويا، وانا استنيت 18 سنه عشان اعمل فيك زي ما عملت فيا واشوف شكلك وابوك بيتقتل قدامك، انا هخليك تعيش خدام عندي. وبعدها بيظهر في عقل الطفله ماتاسا وهي عايشه في الخيال بتاعه، وفجاه بيظهر شخص ميت. بعدها بيظهر ماتاسا بشكل مرعب وبيكون ده كابوس في دماغ تاسوكا، وبيصحى مخضوض وبيلحقوا هيروكي. وبيفوت تاسوكا وبيلاحظ هيروكي انه بيتكلم في التليفون مع حد لكن مش بيقول مين، وبيكلم هيروكي انه عارف انه بيمر بوقت صعب، ايه رايك لو رجعنا الشركه؟ بيتعصب هيروكي ويقول له انت لسه عايز ترجع بعد اللي عملوا فيك؟ وبيرفض ويقول له انا مستحيل اشتغل معاهم وانت كمان همنعك. لكن بيقول له تاسوكا انه للاسف هيرجع يشتغل معاهم تاني، وان المكالمه اللي كانت معاه هي عن المهمه الجديده. وبيقول له انا حالتي مش كويسه عشان كده عايزك
معايا. بيتعصب هيروكي ويقول له احنا نسيب الشركه ونبدا حياتنا، لكن بيرفض تاسوكا ويقول له ان انا شخص مهم في الشركه وما اقدرش اسيب الشغل ده. بعدها بيمسك هيروكي ويلعب في عقله عشان يخليه يوافق وبيقنعه، وبيوافق هيروكي يشتغل مكانه في المهمات عشان بيكون في خطه في دماغ تاسوكا ولازم ينفذها. بعدها بنشوف المدير وهو في المركب وبيكلم البنت وبيقول لها ان تاسوكا بيمثل انه تعبان وانه بقى خطر عليهم لانه انتقم من الشخص اللي رباه ولازم نحذر منه. بنرجع لتاسوكا وهو بيقرر يعرف كل حاجه لهيروكي عن الشركه وانهم كانوا بيصنعوا اطفال لخدمتهم في الانتقام. بعدها بيجي ساتورو وكاسوراجا عشان ياخدوا هيروكي للمهمه الجديده، وبيقول له كاسوراجا انه لازم يغير شكله. بعدها بنشوف ساتورو وهو قاعد مع ميلينج وبتشوف خبر وفاه جد الرئيس، وبتقول لساتورو ان الرئيس بعد ما اتخلص من جده وابوه بقى هو اللي بيدير كل حاجه تحت اوامر مدير الشركه، وان هدف مهمه النهارده لابن غير الشرعي للرئيس لانه هيعمل لهم مشاكل في المستقبل. بيقول لها ساتورو هو انت بتبلغيني اخبار الشركه كلها لانك عايزاني ابقى موظف معاكم صح؟ لكن انا مش هقدر اوافق الا لما يرجع متاسا. لكن هي بتقول له انك كبرت ومش هتفضل دايما ماشي بكلام متاسا وان برضه ليك راي وانت تقدر تقرر. بعدها بنشوف هيروكي بعد ما غير شكله وبيكون متعصب انه هيشتغل تاني، لكن بيهديه تايكو وبيعتذر له انه هيشتغل مكانه وبيطلب منه يستحمل الفتره دي وبيوافق هيروكي وبيقول له مفيش مشكله، انا بعمل كده مش عشان انت طلبت، انا بعمل كده عشان انا قررت اكمل، عشان كده ما تقلقش هشتغل كويس، اللي محتاج تقلق عليه هو سوتارو. بيقول له تاسوكا خلي بالك منه في الشغل وما تعرفوش اي حاجه عننا انا وانت، حتى لو عنده نفس قدراتنا لكن مش معنى كده انه هيبقى معانا، ما تثقش فيه. بعدها بيجي كاسوراجا وبيتريق على شكل هيروكي لكنه بيتعصب وبيدخل تاسوكا وبيقول لكاسوراجا لو زعلت هيروكي مش هبقى موجود عشان امنعه من اللي هيعمله وهو متعصب. بعدها بيقول لكاسوراجا ان هتيجي عربيه كمان نص ساعه وهتوصله لمدير الشركه وهيكون مستنيه هناك. بعدها كاسوراجا بياخد هيروكي ويمشي. بعدها بنشوف تاسوكا بيتكلم مع نفسه وهو بيلبس ان اكيد المدير هيبقى عايز يعرف هو ازاي لسه عايش بعد ما اتدمر، لكن مش هقول له هيروكي عمل ايه علشان ينقذني، ومع الوقت هدمر ساتورو بميلينج وانه اكل الطعم بسرعه، وبتكون دي خطه تاسوكا عشان يقضي على ساتورو وان المهمه الجديده هيقضي عليه بنفسه. وبنشوف هيروكي وساتورو بعد ما وصلوا للمكان وميلينج بتحذر ساتورو انه يقول اي حاجه من اللي حكوا فيها في العربيه وبيسمع كلامها وهو ساكت. بعدها بيتقابل ساتورو وهيروكي وبيقول له ساتورو ممكن اخد رايك في حاجه بس ما تقولش لاي حد ان طلبت نصيحتك. رد عليه مين قال لك الكلمتين دول، كاسوراجا ولا ميلينج؟ بيعترف له انها طلبت منه يبقى موظف في الشركه وبيتصدم هيروكي. وبعدها بيقول له ساتورو اكيد تاسوكا عرفك انهم طلبوه يشتغل في الشركه. بيتعصب هيروكي ويقول له اكيد كان هيقول لي، لكن بيفكر شويه ويقول لنفسه يا ترى ساتوكا كان هيقول لي فعلا، حتى وهو بيموت ما كانش معرفنا حاجه. وساعات بيفضل يتكلم بالصيني اكيد كان بيتفق على حاجه بس اكيد لا ما يعملش حاجه من ورايا. بعدها بيقول له ساتورو انا ماليش دعوه، روح اعمل اللي تعمله ماليش دعوه. ساتورو بيقول له عندك حق. بعد ما ساتورو وهيروكي وصلوا للمكان ودخلوا الحفله، بعدها ساتورو خبط في شخص وبيكون السفير، وبعدها اتحكم في عقله وخلاه يشوف ذكرياته وبيكون عايز يحولها لذكريات وحشه، لكن بيحاول هيروكي يمنعه وبيتخانقوا. وبيبدا ساتورو ينهار وانه لو فكر كده هيفتكر تماسا وانه لو كان موجود كان اخد نصيحته وانه مجبور على كل حاجه، ورغم انه سابني ومشي لكن انا مستني. بعدها بيتاثر هيروكي من كلامه بينفذ هو المهمه بيدمر السفير، لكن فجاه بيتعب هيروكي ويقع في الارض. بعدها بنقول للمستشفى وبنشوف ميلينج وهي بتقول ان الخطه ماشيه صح، لكن بتتفاجئ ان في موظف كمان اتنقل معاه وبتكلم كاسوراجا وبتعرفه اللي حصل وبتقول له خد ساتورو وامشوا وانا هشوف حد شبه هيروكي وانقله المستشفى واخليه هناك، وبتطلب منه يخفي نفسه كويس لان مرات السفير هتكون في المستشفى. بيجي فلاش باك لتاسوكا وهو بيطلب من زعيم انه يختار لنفسه حيوان يكون معاه، وبيقول له الزعيم انه فخور بيه واكيد متاسا هيكون فخور بيه. بعدها بيفوت تاسوكا وبيكون قاعد في الطياره والمضيفه بتجيله حاجه يشربها فبيوقعها في الارض وبيطلب ميه وبيتكلم مع نفسه ان عارف المدير بيفكر في ايه عشان يضم ساتورو للشركه، وان ميلينج فيها صفات متاسا كلها، وان ساعتها ساتورو هيفضل متاكد ان متاسا عايش ودي هتكون فرصتي عشان اقدر اتحكم في عقله وادمره، وان ساعتها ساتورو هيبطل يستنى شخص مش هيرجع. بعدها ما تشوف كاسو وهو في المستشفى مع هيرو بنعرف ساعتها ان هيرو عنده سوء تغذيه. بيتعصب عليه كاسو وبيقول انت مش عارف تاكل نفسك، بيقول انا كنت مهمل في نفسي عشان كنت مهتم بتاسوكا. بعدها بيقول له طيب يلا انجز نفسك عشان خاطر في شخص تاني هيجي مكانك عشان احنا نمشي. بعدها بيحس هيرو بهوا شديد فبيقول جايز يكون كاسو نسي الباب مفتوح، لكن بيبص وراه بيلاقي الباب مقفول فبيستغرب وبيفكر انه لسه تعبان، لكن الهوا بيتكرر تاني وبعدها الزعيم ومدير الشركه بيقعدوا مع بعض وبيتكلموا عن تاسوكا وان الزعيم قرر يخليه يمشي بدل ما يقتله. يعني الزعيم مش عايز يقتل الناس بسهوله وده بيثير تساؤلات. المدير بيقول ان الزعيم اكيد عنده خطه تانية عشان هو مش بيعمل حاجه من غير تفكير. بعدها بنرجع عند هيرو وهو بيحس بالهوا تاني وبيعرف ان في حد بيخليه يتخيل حاجه مش موجوده حقيقي لان بيشوف انعكاسه وبيعرف ان مفيش حاجه بتتحرك في المكان. بعدها بيجي له كاسو وبيكون معاه الشخص اللي شبه هيرو عشان ينيمه، وبعدها بيقول له هيرو ان هو هيخرج شويه، لكن الاول بيقول له كاسو لازم قبل ما تمشي تخلي الراجل ده يفكر ويشوف ان هو فعلا كان في المستشفى، وكمان هنعمل ايه في الممرضين والدكتور اللي عالجك. بيطلب منه هيرو يهدى شويه. بعدها بيبدا هيرو ينام الراجل وكمان ينام كاسو معاه، بيلبس ويخرج عشان يعرف مين اللي في المستشفى بيخليه يتخيل حاجات وهم. بعدها بيمشي ورا الهوا وبيعرف انه جاي من الدور اللي تحت. بعدها بينزل هيرو لاخر دور في المستشفى وبيقول ان هو كده خلاص وصل لاخر حاجه، معقوله يكون في حد هنا بس الهوا هو اللي جابني هنا. بعدها بيلاقي الثلاجه بتاعت المستشفى
المستشفى بس بيشك ان في حد جوه، وبعدين هو جاي يشوف في ايه شخص بيمسكه من ظهره وبيتخض، وبنشوف تاسو هو بيحكي مع الزعيم والمدير وبيحكي له هو عمل ايه في متاسا، وبيقول انه هو بيحاول يدمره من خلال ذكرياته ورط نفسه، وبيقول لهم عشان كده ممكن اكون فقدت وعي. فبيقول له المدير يعني انت فقدت وعيك وكاسو هو اللي استنتج الباقي انك مت؟ قال له لو انا كنت مت ما كانش زماني قاعد بكلمك دلوقتي. بيقول له الزعيم المهم انك عملت الصح وما عنديش مشكله دلوقتي ان اخليك ابني. المدير بيقول له ان انا جهزت الورق بتاع التبني بتاعك، وعشان تبقى عارف ان انا هكون اخوك الكبير في التبني. بيساله انت سوكا يا ترى عملت ايه في جسم متاسا؟ الزعيم بيساله وانت ايه اللي يهمك في الموضوع؟ بيقول له اصل انا لما اغمى عليا ما خدتش بالي انا دمرته خالص ولا لا. بيرد عليه المدير وبيقول له ان هو اتاكد ان هو مات وعمل اشعه على دماغه، وقال له انت تخلصت من جسمه. قال له انت مالك، هو انت زعلان على الخاين عايز تروح تزور قبره؟ بعدها بيقول للزعيم مفيش قبر لانهم حرقوا جثته. بعدها بيقول له تسوكا ان هو اطمن ان هو سمع الكلام ده وان هو كده مفيش اي امل ان ساتورو يشك في حاجه، لكن لازم يفضل فاكر ان ماتاسا عايش. بعدها بيقول له تسوكا ان هو لازم يخليه ميلينج تسيطر على عقل ساتورو بسرعه. بعدها الزعيم بيقول له عندك حق، لان ساتورو لو عرف ان ماتاسا مات هيسيب لنا مشاكل كتيره. بعدها بنرجع لهيرو والشخص اللي كان ماسكه، وبيكون هو حارس امن، وبيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ انت جاي تزور حد؟ بعدها بنشوف هيرو هو بيسيطر على عقل حارس الامن، لكن بيلاحظ هيرو ان حارس الامن لسه في وعيه وما عرفش يسيطر عليه، وبقى بيعيط وبيقول له انا لو فتحت الاوضه دي انا اللي هتاذي، وان في حد مهددني ان انا لو اديت المفتاح لحد انهم هيقتلوني انا وعيلتي. بعدها بيعرف ان حارس الامن ده حد كان مسيطر عليه، لكن هيرو بيقدر يسيطر على عقله ويخليه يفتح له الباب، وبنتفاجئ ان اللي في الاوضه هو ماتاسا ولسه في الروح، لكن هيرو ما بيكونش عارف مين ده، وبيقول انه مدمر زي ما كان تاسوكا مدمر. بعدها حارس الامن بيقول له يعني كده ما حدش هيعرف ومش هيقتلوني؟ قال له لا ما حدش هيجي جنبك. بيقول له هيرو هو انت تعرف مين الشخص ده؟ بيقول له لا انا ما اعرفش مين. هو بيقول له ماشي اطلع انت بره وانا لما اخلص هعرفك، بس ما تخليش حد يدخل. بعدها بيقرر هيرو ان هو يدخل جوه عقل ماتاسا، وان هو طالما مش متدمر يبقى اكيد في جزء من ذكرياته هقدر ادخل منه واعرف حصل له ايه. بعدها بنشوف هيرو هو بيشوف عقل ماتاسا، لكن ماتاسا بيحذره وبيقول له اخرج. بعدها بيقول له ما تعرفش فين مكان ساتورو؟ بيستغرب هيرو بيقول له انت تعرف ساتورو؟ بعدها بيظهر ذكرى لكاسو ماتاسا، وقتها كان بيسال ماتاسا فين هو ساتورو، لكن بيضحكوا عليه وبيقولوا له ان هو بقى عنده شخص تاني وعايش معاه دلوقتي. بعدها بيعرف هيرو ان تسوكا بيقرر ان هو ينتقم من ساتورو. بعدها بنرجع لتسوكا وهو بيكلم الزعيم وكان عايز يعرف مكان ساتورو فين، لكن الزعيم بيقول له مالكش دعوه بساتورو، وده بدايه تسوكا لانه كده مش هيعرف يدمره. انا بقول لك كده علشان احميك، وانت خلاص دمرت الشخص اللي عمل ساتورو، لان لو ساتورو عارف ان انت اللي دمرت ماتاسا ما نعرفش ممكن يعمل ايه. بعدها بيقول للمدير ان ماسورو مش مهم دلوقتي، المهم هيرو ان هو اللي بيعمل مشاكل، ولو فضل يتخانق مع كاسو كتير هيبقى ملوش فايده. بيرد عليه تسوكا وبيقول له هيرو بيسمع كلامي وبينفذ اللي بطلبه منه. بيقطعه الزعيم وبيقول له احنا عايزين حد ينفذ الكلام اللي الشركه بتطلبه مش اللي انت بتقوله، عايزين شخص يكون مفيد للشركه مش مفيد عشان انت بتطلب منه كده، لو مش هيفيدنا شوف غيره. ساعتها بيحس ان الزعيم بيهدده ان هو لو ما سمعش كلامهم ان هو ممكن يفضحه قدام ساتورو ويعرفوا كل حاجه، وان هو ممكن يدمره ويخلي ساتورو مكانه. بعدها بيضايق تسوكا وبيقول له ان هيرو المساعد بتاعه هو بس وبيسمع كلامه هو بس بيضحك عليهم وبيقول لهم ان هو هينفذ كلامهم، وبيطلب منهم مسدس يحمي نفسه بيه، لكن هو عايزه عشان يقتل تاسورو لكنهم بيرفضوا. وبنشوف هيرو هو مش مستوعب حاجه ومش مصدق ان تاسوكا دمر الشخص ده. بعدها بنشوف هيرو بيفتكر ذكرياته ان هو كان مجرد طفل صغير في مستشفى، وان ما كانش ليه ذكريات لحد ما ظهر تسوكا بقى صاحبه واخده يعيش معاه في البيت واتربوا سوا. بعدها بنشوف هيرو متضايق مش مصدق ان تسوكا كان ممكن يدمر حد، بس الذكريات اللي كانت في دماغ ماتاسا هي نفس ذكريات تسوكا. بعدها بيرجع تسوكا وبيشوف هيرو هو منهار مره واحده. بيساله هيرو يعني ايه حيوان اليف، وبنعرف هنا ان حيوان اليف يعني الشخص اللي بيدربه اللي عنده قدرات بيكون زي تابع ليه كده، وبيقول له ان ماتاسا هو اللي قال له كده ان انا الحيوان الاليف بتاعك. بعدها بتخض تسوكا وبيقول له هو ماتاسا لسه عايش؟ قال انا ما قلتش كده، انا دخلت ذكرياته في المستشفى ولقيته متدمر، فقررت ان انا ادخل جوه عقله وعرفت منه كده زي ما دخلت جوه عقلك قبل كده، لكن هو فجاه ذكرياته اختفت واتدمر. بيدخل تسوكا جوه عقل هيرو وبيوري له ذكرياته مع الشركه وانهم كانوا عايزين يبدلوا هيرو لانه ملوش فايده، لكن تسوكا رفض. وبيعرفوا تسوكا انهم كلهم حيوانات اليفه للشركه، وبيقولوا تفتكر الشركه ليه لسه محافظه على ماتاسا رغم انه متدمر، عشان يثبتوا لساتورو اننا اللي دمرته، وان المدير دلوقتي بيعمل خطه بساتورو عشان يخلي تسوكا يعمل اللي هو عايزه، عشان كده لازم ندمر ساتورو قبل ما يدمرني. بعدها بيتعصب هيرو وبيساله هو احنا ليه لازم ندمر ساتورو؟ بيقول له عشان ساتورو لو عرف ان انا اللي دمرت ماتاسا اللي اداله ذكرياته هيدمرني. قال له انا ما بقتش فاهم حاجه، وانت كمان دمرت الشخص اللي ادالك الذكريات، هو انت ليه عملت كده؟ بيقول له انا عملت كده عشان ماتاسا كان خاين للشركه. بيقول له يعني انت كده بقى المفروض ان انت بتعمل معانا كمان كده ودمرني؟ بيقول له انا ما اقدرش اعمل كده، انا بعمل كل دوت عشان اقدر انا وانت نعيش بحريتنا، بس المشكله ان انا لو ما سلمتكش للشركه عشان تنفذ اوامرهم هيعرفوا ساتورو ان انا اللي قتلت ماتاسا، عشان كده ما فيش طريقه قدامنا غير ان احنا ندمر ساتورو. بعدها بيطلب منه هيرو انهم يهربوا، لكن تسوكا بيرفض وبيقول له انا دمرت ماتاسا بسبب انه هرب، ازاي نعمل زيه؟ بعدها بيقول له هيرو انت ازاي قدرت تعمل كده؟ بعدها بيتعصب تسوكا وبيقول له انا مش غلطان، انت ما ينفعش تعرضني
يعني انت بتعمل كل ده عشان ما دمرش ساتورو، والحل الاحسن ان امحيه من ذكرياتك، هيكون اسهل عليا ان ادمره لو انت نسيته. بيرفض هيرو وبيفوق وبيهرب من المكان ويحبس تاسوكا جوه المحل. بعدها بيتعصب تاسوكا وبلغ المراقبين يمسكوه، وبيحاول يضحك على هيرو لكنه بيهرب في اخر لحظه وبينشروا صورته على كل الشركه عشان يدوروا على هيرو. بعدها بيقول له كاسو انت متاكد ان هو هيرجع؟ قال له تسوكا ان هيرو ما يقدرش يتصرف لوحده وان هو هرب لحظه غضب وهيرجع هنا تاني. بعدها كاسو بيبلغ الزعيم والمدير باللي حصل وان هيرو هرب منهم. بعد الزعيم بيتكلم تسوكا في التليفون وبيتعصب عليه تسوكا وبيقول له ان انت كذاب، انت قلت لي ان انت قضيت على ماتاسا. بيقول له انا قلت لك كده علشان انت كنت بتكرهه، لكن لو عايز الحقيقه انا وماتاسا اصحاب. قدام بعدها بيعرف ان هيرو في حاجه غلط وبيطلب من الزعيم يجيب لونج وميلي البلد فورا. بعدها بيجي المدير وبيتخانق مع كاسو ان ازاي هيرو قدر يقابل ماتاسا وهو كان تحت مراقبته وانه مهمل ولو بوظ الدنيا هيقضي عليه، وهو بيقول له ان الزعيم مش هيقدر يقضي عليه. لكن المدير بيضحك ويفكر في الكلام اللي دار بينه وبين الزعيم انه ممكن يخلي كاسو حيوان اليف ليه. بعدها بيدخل عليهم تاسكا وبيقولوا ان الحل في ايد ميلي، هي اللي هتقدر توصلنا لمكان هيرو. المدير بيقول له بعدين قال له ان احنا كده هنعرف هو مستخبي فين. بيقول له احنا ملناش دعوه بالكلام ده، احنا المطلوب مننا ان احنا نرجعه ونقتله. بيتعصب تسوكا وبيقول له ليه لازم نقتله؟ هو هرب عشان كان متعصب وانا هكلمه وهنحل كل حاجه. بعدها بيقول للمدير ان هو خلاص ما بقاش بيثق فيه وان احنا خلاص عرفنا احنا هنجيبه ازاي عن طريق ميلي، مفيش داعي ان انت تتدخل. بيقول له تسوكا لما تلاقيه ما تقتلوش، احنا ممكن نمحي له ذكرياته ونخليه يشتغل لصالح الشركه ويسمع كلامكم، هنخليه يفتكر ان هو اللي قتل ماتاسا عشان كان معترض على مشروع الاطفال. لما يعرف ماسورو كده هو اللي هيغير ذكريات هيرو وتستولوا على الاثنين لصالحكم. لكن بتعرف ان تسوكا بيقول كده عشان يقدر يوصل لساتورو ويقضي عليه. بعدها بنشوف ساتورو قاعده مع ميلينج بيقول لها كلميني عن ماتاسا قبل ما يقابلني، وبتبدا تحكي له ان مامتها كانت حزينه ومريضه وما كانش حد بيحبها. بعدها اتعرفت عليه هو اللي ضرب مامتها وكان بيساعدها لحد ما اتجوزت وخلفتها. بيقول لها انها كان نفسها حد يوريها ذكريات امها، وبيقول لها ان ماتاسا هيساعدها في ده. وبعدها بتقول ان ماتاسا رجع، بيفرح وبيسالها هو فين. بعدها بتاخده معاه في الشركه وبيلاقي تاسوكا مستنيه هناك وبيتكلموا عن ماتاسا وان هو شاركهم نفس الذكريات هما الاثنين. قال له انت ما قلتليش قبل كده؟ قال له ان انا كنت وعدت ماتاسا ان انا مش هعرفك اي حاجه غير لما تبقى موظف في الشركه. بعدها بيعرفوا ان هو وماتاسا كانوا شغالين موظفين للشركه اصلا. مادام بيطلب ثروتهم ويشوف ماتاسا وبيفتح له الباب عشان يشوفه، بيدخل يستغرب لان بيلاقيه متدمر. بيساله هو انت ايه اللي حصل لك؟ بيقول له تاسوكا ان هو خلاص اتدمر، وبيبدا ماسورو يتعصب لكن بيقول له ان هيرو هو اللي عمل كده. بعدها بيطلب منه تاسوكا انه يدخل في ذكريات ميلينج. لما بيدخل جوه ذكرياتها بيلاقي ان الذكريات الوحشه هتدمر الذكريات الحلوه بتاعتها. بعدها بيبدا تاسوكا انه يقنع ساتورو ان ماتاسا هو اللي سابها من غير حمايه، وبيقول له ان هيرو استغل كده ودمر ماتاسا. بعدها بيرجع له الواقع وبيسال تاسوكا وبيقول له ازاي ماتاسا ساب ميلينج من غير حمايه. بيقول له انا ما شفتوش من 12 سنه. بيستغرب ساتورو بيقول له 12 سنه؟ بيرد عليه المدير ويقول له ان انت كنت عايش مع ماتاسا وهيرو كان عايش مع تسوكا. بعدها كلهم بيبداوا يضحكوا عليه بالكلام ويكرهوه في ماتاسا، لكن هو بيحس بحاجه غريبه مش مصدقهم. بيطلب تاسوكا ان هو يدخل ذكريات كاسو عشان يصدق ان ماتاسا هو اللي صنع البنت من غير حمايه. بعدها يدخلوا جوه عقل كاسو وبيتاكد فعلا انه ساب البنت من غير حمايه عشان يحمي ساتورو. بعدها بيتعصب ساتورو وبيقول ان هو حكى لهيرو كل حاجه عن ذكرياته مع ماتاسا ازاي يدمره. بيرد عليه تاسوكا ويأكد على كلامه ان هيرو هو اللي عمل كده عشان يحقق العداله. بعدها بنشوف فلاش باك للمدير وتسوكا بيتفق معاهم على كل ده عشان يقدروا يقنعوا ساتورو ان هيرو هو اللي قتل ماتاسا. بعدها بنشوف هيرو هو عايش في بيت واحده غريبه ومتحكم في عقلها عشان ما تشوفهوش. بعدها بنشوف ساتورو هو بيقعد ماتاسا انه هيدمر هيرو، وبيرد عليه تسوكا ان هو كمان معاه، لكن المدير بيتدخل بيقول له ان احنا عايزين نمحي ذكرياته ونخليه يشوف الوحش بس. بيرد عليه ساتورو ان هو فهم قصده. وبعدها بنشوفهم وبيتفقوا على خطه عشان يدمروا هيرو. بعدين تسوكا بيقول له ان هيرو عنده القدره ان هو يطرد اي حد من ذكرياته، احنا مش عايزينه يعمل كده. لما يجي يعمل كده انت هتفتح باب من ذكرياتك تخلينا ننتقل لمكان تاني لانك اسرع واحد فينا، ولما هتفتح باب من ابواب ذكرياتك ده هيساعدنا اننا ندمر ذكريات هيرو. بعدها بيطلب منه انهم لما يخلصوا المهمه ان هيخليه ينقل ميلينج لذكريات حلوه تعيش فيها. بيتعصب المدير وبيقول له انت متاكد ان انت لو سبتهم سوا مش هيحصل اي حاجه؟ بيرد عليه تسوكا ان مفيش اصعب من ان ساتورو هينقل ميلينج لذكرياته. بعدها بيقول له المدير احنا نتاكد منين؟ ممكن يكون ماتاسا قال له حاجه توصلها لساتورو. بيبان القلق على تاسوكا وبيتعصب المدير منه ويقول له غلطاتك بقت كتير. بعدها بنشوف ساتورو هو دخل ميلينج لذكرياته، ولما بيتكلم معاه فعلا بتقوله على كلمه معينه ماتاسا قالها تقولها له. بيدخل تاسوكا بسرعه لذكريات ساتورو وبيتخض ساتورو من اللي عمله، لكن بيقول له تاسوكا احنا كده متعادلين، هخليك تدخل ذكرياتي لما نغير ذكريات هيرو، وده جزء من الخطه. بعدها بيخرج ساتورو يسيب ميلينج مع تسوكا ونشوف تسوكا وهو بيتكلم مع نفسه وبيقول ان هو مش هيدمر ذكريات هيرو، هو بس هيقضي على ساتورو وانه عامل خطه عليهم كلهم. وبعدها بنشوف تسوكا وهو قاعد مع ماتاسا وبيجي ساتورو بيقول له انا هكمل مكانك، لكن انت تسوكا بيقول له روح جهز نفسك عشان ننفذ المهمه. بعدها بيتكلم مع نفسه بيقول له انه مجرد ما يدمر ساتورو هيبقى هو الوحيد الحيوان الاليف اللي يقدروا يعتمدوا عليه. ساعتها بس المدير هيعمل له كل اللي هو عايزه، مش هيخليه يتكلم عن قتل هيرو تاني لان هيرو هرب لانه مش عايز يقضي على ساتورو.
لكن لو هيرو فضل معترض ان انا ادمر ساتورو هخليه مكان ماتاسا. بعدها بنشوف هيرو هو قاعد يفكر ازاي ينقذ تسوكا من الشركه عشان لو فضل معاهم هيدمروه في الاخر. بعدها بنشوف هيرو بعد ما وقع في الفخ بتاع تسوكا وساتورو، بعدها بتعصب عليه ساتورو وبيقول له انت اللي دمرت ماتاسا، وبيلاقي تسوكا واقف معاه بيحاول يهرب لكن ساتورو بيمنعه. بعدها بيدخلوا جوه ذكرياته وبيحاولوا يشوفوا هو فين علشان يجيبوه. بعدها تسوكا بيحاول يسيطر عليه وبيكون هيرو متضايق ان ازاي تسوكا هيعمل فيه كده، لكن تسوكا بيقرب منه بيقول له ما تخافش انا مش هاذيك انا هدمر ساتورو. وقتها بيرفض هيرو ان تسوكا يعمل كده وبيقدر يهرب منهم، وبعدها بيرجعوا هم متدمرين وبيسالهم المدير ايه اللي حصل. بيقولوا ان هيرو قدر يهرب منهم، وبعدها بيقدر تسوكا يحدد مكان البيت اللي هيرو مستخبي فيه وبيروح علشان يجيبوه. بيقول هيرو انه لازم يهرب لكنهم بيكونوا اسرع منه وبيروحوا يقبضوا عليه وبيخدروا كاسو، وبعدها بيفضلوا حابسينه في اوضه، لكن تسوكا ما بيقدرش يواجهه وبيطلب منهم يكملوا بكره. وبيقول لهم ساتورو انه ممكن هو يعمل المهمه لوحده، لكن المدير بيرفض وبيقول له ان ده خطر عليه. بعدها بيروح المدير لتسوكا وبيقول له ان هيرو عارف ان انت اللي دمرت ماتاسا، الاحسن ليك انك تمحي له ذكرياته قبل ما ساتورو يعرف الحقيقه لان حياتك بقت في خطر. بيرد عليه تسوكا وبيقول له انه عارف ان هو بقى في خطر. بعدها بيدخل تسوكا اوضته وبيقول له انه لازم يقابل هيرو في السر النهارده، دي فرصتنا الاخيره. بعدها بيلاحظ ساتورو ان ماتاسا مش موجود فبيسالهم انتوا وديتوه فين. بيقولوا له انهم ودوه المستشفى هيبقى احسن هناك. بيقول لهم ان كان ممكن تسيبوه في اوضتي. بعدها بيتعصب عليه كاسو وبيقول له انا ما بحبوش يبقى موجود. بعدها بيتضايق ساتورو بيسيبهم وبيمشي وهو عمال يقول هو ازاي بيتكلم على ماتاسا كده، انا هفضل اتحمله لحد امتى، انا تعبت منه ومن اسلوبه. بنشوف ميلي وهي رايحه وراه وبتحاول تهديه وبيقول لها ساتورو ده مش ذنبها. بترد عليه ميلي وبتقول له انت مش اول حد يشتكي من اسلوب كاسو، ان هو ما بيحبكش عشان انت بتستخدم في ذكرياتك القطط وهو بيخاف من القطط. بعدها بيفتكر ساتورو الطفله ميلينج بتقول له كلمه ماتاسا وبيبدا يجمع الاحداث، لكن كاسو بيظهر فجاه وبيقاطعه وبيقول له انك نسيت مفتاح اوضتك معايا وانه هيتعشى معاه. بتقلق ميلي لكن ساتورو بيقول لها انا تمام. بعدها بيسال كاسو انت تعرف ساتورو حد اسمه هياشي؟ بعدها بيتوتر كاسو وبيبدا يدور على هياشي وبيضحك عليه ساتورو ويقول له انا هياشي. بعدها بيدخل كاسو الاوضه بيطلع فلاشه عليها معلومات، وده بنشوف ساتورو هو متخفي وبيروح يشوف ايه اللي على الفلاشه. بيلاقيها رساله من ماتاسا وهو بيحذره انه ما يصدقش كلام اي حد من الشركه وانه لازم يهرب، وبيتصدم ساتو ما بيبقاش فاهم ايه اللي بيحصل. بعدها بيحكي له ماتاسا عن تاسوكا وانه كان عايش معاه زمان وان كل حاجه بدات لما هو قرر يتبناه. لما كان راجع بيه على البيت فضل يدور على تاسوكا، لكن بيظهر قدامه كاسو انهم اخدوا تاسوكا على الفندق عشان هم اللي هيهربوه، وبيقول له نكلم الزعيم عشان يرجع له تاسوكا لكنه رفض، وبيقول له الزعيم ان هو اخده عشان اخليه زيك. بيرد عليه ماتاسا وبيقول له انا مش ناوي اشغله في الشركه. بيقول له رجعه لي، لكن بيقول له ما تنساش اننا كنا اشتريناه عشان نبيع اعضائه واديته لك عشان انت طلبت. بعدها بيقول له ان هو رباه بعد ما اهله ماتوا بسببه وان رعايته خففت من عليه الذنب. بعدها بيهدده ان هو لو اذاه مش هيرحمه. بعدها بيقول له الزعيم ما تقلقش انا مش هعمل حاجه للولد، لكن لو حصل له اي حاجه انت هتبقى السبب. بيطلب منه ماتاسا يشوفه لاخر مره وبيوافق الزعيم. بعدها بيطلب ماتاسا من ساتورو انه يهرب من هناك، وقبل ما يهرب يسال تاسوكا عن ميلينج لو لقاه موافق على تصنيعها هيبقى هو معاهم، لكن لو حسيت باي خطر فكر في اي طريقه تانية للهروب. بعدين بنشوف تاسوكا وهو بيطمن على هيرو، بعدها بيعيط وبيقول له انت ليه مش راضي توافق على كلامي؟ هو انت فعلا عايزنا نبعد عن بعض؟ لكن بيرد عليه هيرو بيقول له انا اسف يا تاسوكا انا هفضل معاك للابد. بعدها بيجي ساتورو وكاسو وبيطلب ساتورو ان هو يطمن على هيرو، لكن بيرفض تاسوكا وبيقول ان هو لسه مطمن عليه وهو نام دلوقتي. بيقول له انت كمان روح نام وانا هطمن على ماتاسا وانام. بيرد عليه تاسوكا وبيقول له هو انت ما تعرفش ان هو مش موجود هنا؟ بيتفاجئ تاسوكا وهو بيطلع يجري عشان يتاكد من الكلام وبيتضايق ان هو مش موجود. بعدها بيحاول يستدركه تاسورو في الكلام وبيقول له انت متاكد ان هيرو هو اللي دمر ماتاسا؟ بيتوتر تاسوكا وبيقول يا ترى هو حس بحاجه، وبيساله ايه رايك في تصنيع الطفله ميلينج؟ بيقول له لو دي رغبه ماتاسا اكيد هعملها. بيرجع يساله معاك دليل ان هيرو هو اللي دمر ماتاسا؟ يعني انت ما شفتوش وهو بيدمره؟ بيرد عليه تاسوكا ويقول له اكيد لا، لو كنت شفته كنت قتلته. بعدها بيقتنع ساتورو بكلامه وبيقول له في حد اتحكم في ذكريات ماتاسا وغيرها. بعدها بيطمن تاسوكا انه ما شكش فيه وبيضحك على انه غبي، وبيقول له تاسوكا طب لو كده ليه هيرو ما دافعش عن نفسه؟ بيرد عليه ساتورو وبيقول له اكيد في سبب. بعدها بيحكي له ساتورو عن الرساله اللي لقاها في الفلاشه وانهم خطفوه بديل ليه وانهم خلوك تنفذ كل كلامهم. وبيتفاجئ تاسوكا من كلامه وبيقول له انه كان قلقان عليك، وبينهار تاسوكا من اللي بيسمعوه. وبعدها بيندم وبيقول له ازاي هنهرب من هنا؟ بيقول له ماتاسا كان عامل خطه للهروب. بيقول له مش قصدي كده، ازاي اهرب من اللي عملته؟ فجاه بيدخل عليهم المدير وبعدها بيقول تاسوكا على كل حاجه قالها لساتورو وبيقول للمدير اقتلوه. بعدها بيضربوا المدير من المسدس لكن الطلقه بتيجي في رجله، وبيساله ساتورو ليه عملت كده؟ بيقول له انا ايه اللي يخليني اهرب معاك وانا اللي دمرت ماتاسا؟ بيتصدم ساتورو لما بيعرف بعدها بيقول تاسوكا الكاسو اتصرف زي ما تحب، لكن المدير بيقول له القرار ده للشركه. بيقول له تاسوكا لو كده خد قرار بسرعه. بعدها بيروح تاسوكا عشان ياخد هيرو ويمشي، لكنه بينهار قدامه بيقول له انا ما هربتش ليه يا هيرو؟ ماتاسا قال لي اهرب، انا ليه ما هربتش؟ مش قادر اهرب من اللي عملته في ماتاسا، اعمل ايه؟ بعدها بيرد عليه هيرو بيقول له انت عايز نعمل ايه وانا هعمله. بعدها بيشوف كاسو الفلاشه مع ساتورو بيقدر يتحكم في عقله ويخليه يقتل المدير. بعدها بتاخد ميلي مسدس وبتضرب كاسو، لكن ساتورو بيوقفها وبيقول لها كاسو يبقى ابوها، وما بتبقاش مصدقاه، لكنه بيقول لها انه
بتمسك جزء من ذكرياته ونساكي، لو دورتي هتلاقي ذكرياته الحقيقيه وبعدها بيموت كاسو، وبتروح ميلي تشوف الصندوق اللي فيه ذكريات كاسو، بعدها بتتاكد ان ابوها فعلا. بعدها بنكتشف الحقيقه ان كاسو كان شخص طيب، انه كان متجوز ام ميلي اللي هي اخت الزعيم، وانها كانت بتحبه وان هو السبب الحقيقي اللي خلاها تتعالج. بعدها اتجوزها وكانت تعبانه، ما كانش ينفع ان هي تخلف ميلي، لكن هي صممت وبعدها هي توفت. عشان كده الزعيم قرر انه ينتقم من كاسو ويمحي له ذكرياته مع بنته ويعيشه في الجحيم. بعدها بتنهار ميلي وبتحاول تقتل نفسها، لكن بيلحقوها وبيمشي ساتورو ويسيبها. بنشوف ساتورو بعد ما اتحكم في عقل هيرو وخلاه يشوفه على انه تسوكا يخليه يهرب. بعدها هيرو بيحلم حلم بتسوكا وهو بيقول له انه عايز ينام، فبيقوم مخضوض وبينده على تسوكا، بيرد على ساتورو على انه تسوكا، لكن بيلاحظ هيرو الحلقه اللي في مناخير ساتورو وبيساله ايه ده. بعدها بيقول له ساتورو انا عملت كده عشان اضمن ان انا اهرب، وبيدخل جوه ذكرياته وبيوري اللي حصل يوم الحادثه مع تسوكا، وان تسوكا طلب منه يمحي كل ذكريات متاسا، وبيوافق هيرو وبيقول له انا هخليك تعيش في ذكريات هنا، انت موافق؟ وبيوافق تسوكا، لكن تسوكا بيمحي كل الذكريات من راسه، وبيفضل هيرو يحاول يمنعه لكن بيفشل. بيفوق هيرو وبيتخانق مع ساتورو انه خدعه وقال له انت وعدتني ان انت هتغير ذكرياتي، لكن انت مسحت كل ذكريات سوكا، انا ازاي هعيش من غيره؟ بعدها بيقول له ستارو انا عمل كده علشان ما يضيعش ذكرياته كلها، وان الغلط غلط تسوكا لانه ضيع كل ذكرياته. بعدها بيتفاجئوا ان الذكريات الحلوه بدات تكبر حواليهم، وان كلام ماتاسا طلع حقيقي، انه راسم لهم خيال جميل هيعيشوا فيه كلهم. وقتها بيقول هيرو انه لازم يجيب تسوكا المكان ده، وبيقاطع ساتورو وبيقول له مش بس تسوكا وماتاسا وميلينج وهنقدر نعيش بحريتنا. وهنا بيخلص المسلسل. سلام.